سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية استهلها بأبرز العناوين. تقييم أعمال لجان الصلح في إقليم عنسبة. إنعقاد سمينار للمرأة في القاشبركة. العمل على زراعة البذور المختارة لرفع الإنتاجية في شامبونغو. تجديد تعليق العقوبات على سوريا تزامنا مع اجتماع الشرع وترامب. عشرات القتلى والجرحى بانفجار أمام محكمة في إسلام آباد. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعا لإنهاء أطول إغلاق حكومي. السلام عليكم ورحمة الله. قيمت لجان الصلح في إقليم عنسبة أنشطتها بحضور وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم في الفترة من 20 من أكتوبر المنصرم وحتى 2 من نوفمبر الجاري في جميع مديريات الإقليم. وأفادت التقارير المقدمة إلى أن لجان الصلح تعمل بالتنسيق مع إدارات الضواحي، وأن حل القضايا القائمة على المصالحة تحظى بقبول جيد من المواطنين، وإن معظم القضايا تحل سلميا، موصية بتكثيف حملات التوعية وسد النواقص التي تظهر أثناء العمل. وأجرى المشاركون مناقشات موسعة حول المواضيع الرئيسية التي ينبغي تضمينها في قانون الأسرة الإريتري والأفكار الأساسية، فضلا عن قيم المجتمع والمبادئ الأساسية للعدالة والمساواة والاستقرار. وقالت وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم إننا شعب ورث قوانين عرفية شفهية وموثقة حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، ويجب علينا الإجابة أثناء العمل بأن هل هذه الأعراف تعبر عن قيمنا، وهل تتماشى مع مبادئ وثقافة نضالنا الثوري. وأوضحت الوزيرة فوزية إن من واجب كل مواطن التحلي بالأخلاق والثقة بالنفس والرعاية المتبادلة والإنتاجية والوطنية لجعل الأسرة أساسا جيدا في البلاد. إن الصلح الذي يرضي جميع الأطراف ويحقق حلا دائما للنزاعات ويضمن الانسجام والوحدة بين المواطنين من خلال إزالة الكراهية والظلم بشكل دائم، ومن قيم المجتمع الإريتري التي نفخر بها، وأن نعمل بشدة من أجل استمراريتها. وتقوم 408 لجان صلح في 91 إدارة ضاحية بمهامها في إقليم عنسبة. عقدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخات سفاميكائيل سمينارات للنساء في مديريات أغردات وبارنتو وفورتساوة للدفع بمشاركة المرأة في جميع المجالات. وأوضحت في السمينارات التي عقدت من 4 حتى 7 من نوفمبر إن المراحل الماضية تم تجاوزها بنجاح بفضل المشاركة العامة لشعب إريتريا والدور البارز والفعال للمرأة. ودعت إلى العمل بوعي على غرس القيم الوطنية وتحقيق برامج التنمية من خلال الحفاظ على المستوى الذي تم تحقيقه. وقالت إن الاتحاد الوطني للمرأة يجعل من أولوياته توسيع التأطير حتى إدارات الضواحي والقرى، حتى تتمكن المرأة من المشاركة في برامج التنمية في مناطقها والاستفادة من الفرص. من جانبها أوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم القاشبركة السيدة إحدق يوهنس إن مشاركة ودعم المرأة كبيرة في برامج التنمية المنفذة وقيد التنفيذ في مختلف المجالات. وحثت المشاركات على استمرار السمينارات في مناطقهن لما لها من أهمية، واقترحن تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على العادات الضارة التي تعيق مساهمة المرأة، وإرسال المعلومات إلى الجهات المعنية لتقديم الأجوبة الآنية لها. أفاد المزارعون والمتخصصون الزراعيون إن المحاصيل المختارة التي تم اختبارها في الأبحاث الزراعية وتوزيعها على المزارعين في مديرية شامبونغو سجلت نتائج جديرة بالثناء في تحسين نوعية وكمية الدخل. وذكر مسؤول نقطة الأبحاث الزراعية سيد ملس قبرزقابيهير إنهم يركزون على تحسين البذور لتوزيعها على المزارعين، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والثروة الحيوانية واستغلالها بشكل منتج. وأوضح أن البذور المختارة مطلوبة من قبل المزارعين لأنها سريعة النمو ومقاومة للجفاف إلى جانب جودة المحاصيل العالية.
وأشار مسؤول مكتب الزراعة بالمديرية السيد مأكله قلتا بدوره لأن البذور المختارة التي تم اختبارها وتوزيعها على المزارعين بشكل عام وصنف سعره من البذور البيضاء بشكل خاص هو الأفضل من الأصناف الأخرى من حيث سرعة النمو ومقاومة الأمراض وتحمله للجفاف. وقال المزارعون المستفيدون من البذور المختارة إنهم يتوقعون الحصول على حصاد وفير من زراعة منطقة محدودة لأنهم زرعوا بذور الذرة البيضاء التي تم اختبارها وثبتت فعاليتها في الاختبارات. نظمت في مدينة جندع دورة تدريبية حول الأنشطة الثقافية في المدارس نظمها فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر بالتعاون مع مفوضية الثقافة والرياضة في الفترة من 7 حتى 10 من نوفمبر الجاري. وذكر مسؤول مكتب التعليم بالإقليم الأستاذ رشيد محمد عثمان في كلمته التي ألقاها في الدورة التي شارك فيها معلمون قادمون من مديريات قلعلو وفرو ودهلك ومصوع وشايب وجندع أن الأنشطة الثقافية لا تتقدم بالشكل المتوقع على الرغم من دمج الأنشطة الثقافية والرياضية والصحية في المدارس. وأوضح مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة الأستاذ محمد عبد الله ومنسق البرامج الثقافية الأستاذ أحمد عثمان بدورهما إن التدريب يهدف إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى المتدربين في الحفاظ على الثقافة والقيم الاجتماعية وحث المتدربين على إدراك أهمية التدريب والمشاركة الفعالة في تعزيزه بالتطبيق العملي. وأضاف السيد مهاد سليمان عضو مفوضية الثقافة والرياضة إن التدريب يستكشف الثقافة والهوية الاجتماعية بشكل عام وعناصر الفنون بشكل خاص موصيا المتدربين للعمل بتفان وإخلاص. وقدم المشاركون في الختام اقتراحات وتوصيات لإيجاد حلول لمشكلة النقص في الآلات الموسيقية في المدارس وتوعية أولياء الأمور بمشاركة الطلاب وخلق بيئة للمدارس وتمكين مشاركتها في المهرجانات الوطنية. تلقى أكثر من 300 شاب بينهم 144 امرأة دورة تدريبية في مختلف المهن لمدة 3 أشهر نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلاب فرع إقليم عنسبة. وأوضحت مديرة مركز شالوت للتدريب السيدة سنايد قبرهوت في مراسم التخريج في 8 من نوفمبر إن التدريب شامل تكنولوجيا الحاسوب والمحاسبة والمونتاج والكهرباء واللغة الإنجليزية. وذكر مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة السيد الزازي برخة آب تدريب 1440 شابا هذا العام كجزء من برنامج بناء القدرات. ودعا مدير مدينة كرن السيد رزنار آية المتدربين إلى تطوير قدراتهم من خلال العمل الجاد والتأثير على بيئتهم. في غضون ذلك تخرج 136 شابا يوم 9 من نوفمبر من دورة تدريبية لمدة 4 أشهر في مديرية مندفرة في مجال تكنولوجيا الكمبيوتر ومد خطوط الكهرباء وتركيب الطاقة الشمسية والمكياج. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في المديرية السيد صالح محمد سعيد بأن التدريب التطبيقي كان فعالا. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلاب فرع الإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو إن الاتحاد يعمل بجد لتنمية القدرات المهنية للشباب من خلال تنظيم التدريبات في المناطق النائية مؤكدا تجهيز القروض دون فوائد للمتدربين لبدء العمل. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة مديرية مندفرة السيد تسفاي صقاي أن التدريب المهني الذي يتم تنظيمه من وقت لآخر يحقق نتائج مشجعة على أرض الواقع. نظم مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلاب فرع إقليم جنوب البحر الأحمر سمينارا في مدينة عصب حول العملية التعليمية. تناول السمينار مواضيع التدريس والسلوك الإنساني وأخلاقيات المعلم وأساليب نقل المعرفة ودور المعلم في التأثير على الطلاب ورعايتهم وإدارة الوقت ومواضيع أخرى ذات صلة. ودعا رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلاب فرع إقليم جنوب البحر الأحمر السيد عثمان عبد القادر دعا المشاركين للعمل المشترك مع جميع الجهات المشاركة في بناء عقول الطلاب لأن التدريس عمل جماعي. في غضون ذلك قدمت مراكز الشرطة في مدينة عصب سمينارات للطلاب حول القانون والأخلاق فضلا عن الوقاية من الجريمة والحوادث المرورية. بعد الفاصل سيداتي وسادتي عودوا بالأخبار الخارجية.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق فرض العقوبات بموجب قانون قيصر على سوريا جزئيا لمدة 180 يوما، وذلك تزامنا مع لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض. والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وقالت الرئاسة السورية في بيان إن الرئيسين ترامب والشرع عقدا جلسة مباحثات بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو. تناولت العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ووصل الشرع إلى البيت الأبيض في أول زيارة على الإطلاق يجريها رئيس سوري إلى البيت الأبيض. سقط عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار وقع خارج مجمع محاكم في منطقة سكنية بالعاصمة الباكستانية. وقال وزير الداخلية الباكستاني أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء تفجير انتحاري وقع قرب محكمة في العاصمة إسلام آباد اليوم. وقد وقع الانفجار بالقرب من مدخل محكمة إسلام آباد المحلية التي عادة ما تكتظ بأعداد كبيرة من المتقاضين. ونقل الإعلام الرسمي أن الانفجار الذي سمع من على بعد أميال ألحق أضرارا أيضا بالعديد من المركبات المتوقفة خارج المحكمة. هذا وفي الهند المجاورة قال متحدث باسم الشرطة إن ما لا يقل عن 8 أشخاص لقوا حتفهم في انفجار سيارة بالقرب من الحصن الأحمر التاريخي في منطقة مكتظة بالسكان في العاصمة الهندية نيودلهي. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة بعد انضمام 8 من أعضاء الحزب الديمقراطي إلى الجمهوريين لكسر حالة الجمود. وحاز التشريع على دعم 60 عضوا مقابل 40 صوتوا ضده في تصويت شهد تأييدا كاملا من الجمهوريين. ومن المقرر أن يعرض المشروع على مجلس النواب الذي قد يصوت عليه قبل إرساله للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه. ويمدد الاتفاق الذي جاء بعد مفاوضات مكثفة بين الحزبين تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 من يناير، ويعيد فتح الوكالات الحكومية التي توقفت عن العمل منذ الأول من أكتوبر الماضي. افتتحت قمة المناخ كوب 30 في مدينة بيليم الأمازونية بدعوة ملحة من رئيس شؤون المناخ بالأمم المتحدة للدول المشاركة إلى التعاون بدلا من الصراع على الأولويات في وقت يهدد فيه تفتت التوافق الدولي الجهود الرامية للحد من ظاهرة الاحترار العالمي. ونجحت البرازيل الدولة المضيفة في التوصل إلى اتفاق حول جدول أعمال القمة التي تستمر أسبوعين، متجنبة محاولات كتل الدول النامية لإدراج قضايا خلافية مثل التمويل المناخي وضرائب الكربون في صلب المحادثات. ومع ذلك لم يتضح ما إذا كانت الدول ستسعى للتفاوض على اتفاق نهائي في ختام القمة، وهو أمر صعب المنال في عام يشهد سياسات عالمية متصدعة وجهودا من الولايات المتحدة لعرقلة التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري وفق رويترز. واقترح البعض ومنهم البرازيل أن تركز الدول على جهود أصغر لا تتطلب إجماعا، مثل مكافحة إزالة الغابات بعد سنوات من وعود قمم المناخ التي لم يتم الوفاء بكثير منها. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. تقييم أعمال لجان الصلح في إقليم عنسبة. انعقاد سمينار للمرأة في إقليم الكاشبركة. العمل على زراعة البذور المختارة لرفع الإنتاجية في شامبوكو. تجديد تعليق العقوبات على سوريا تزامنا مع اجتماع الشرع وترامب. عشرات القتلى والجرحى بانفجار أمام محكمة في إسلام آباد.
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعا لإنهاء أطول إغلاق حكومي. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.